شنت الصحافة الإيطالية حملة شرسة على الدولي المغربي سفيان أمرابط، وحملته مسؤولية التعادل أمام إمبولي ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وفضل الإعلام الإيطالي مهاجمة اللاعب المغربي عوض التطرق لمنظومة الفريق بقيادة المدرب فيتشينزو إيطاليانو، إذ لم تجد الصحافة في بلاد الكالتشيو سوى أمرابط لتحمله مسؤولية بعض النتائج السلبية لام الفيول ألف. وأوضحت لا غازيتا ديلو سبورت، أبرز صحيفة في إيطاليا، أن أمرابط كان يخسر الكرة في الكثير من المرات، مشيرة إلى أن الدولي المغربي تسبب في هدف التعادل أمام إمبولي. من جهتها، أكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن أداء متوسط ميدان الفيولا لم يكن جيدا، مبرزة أن الهدف الذي سجله إمبولي في شباك فيورنتينا يتحمل مسؤوليته متوسط ميدان أسود الأطلسي. كما حمل موقع توتو سبورت مسؤولية هدف إمبولي في مرمى فيورنتينا للاعب الدولي المغربي، مضيفا أن سفيان أمرابط ارتكب أخطاء عديدة خلال المباراة نفسها. وقال موقع فوتبول إيطاليا بدوره إن مستوى أمرابط تراجع بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022، مشيرا إلى أنه كان سيئا خلال مباراة فيورنتينا وإمبولي.